السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عباره عن ريفيو عن شويه منتجات لازاله المكياج. فلو انت حابه تعرفي ايه رايي في المنتجات دي تابعي الفيديو لحد اخره. قبل ما اتكلم واقول رايي في المنتجات دي، عايزه اقول ان الحاجات دي او المنتجات دي تستخدميها اول خطوه، يعني ما تحطهاش في وشك وتزيلي المكياج وخلاص على كده. لازم بعد كده تغسلي بالغسول بتاعك وبعد كده بالتونر وترطبي. ما ينفعش انتي تستخدمي الحاجات دي وبس. دي حاجة يعني ما ينفعش تستخدمي حاجة واحدة عشان تزيل المكياج، عشان هو مش هيتشال قوي. هيتشال من السطح، لكن من جوه ممكن يبقى لسه فيه مكياج. فلازم تنضفوا بشرتكم كويس عشان ما يطلع لكمش حبوب وحاجات كده. فاول حاجه استخدمتها هو اول حاجه جربتها هو الميه دي من لوريال. الميه دي حلوه جدا، هي للبشره الحساسه والجافه. بس انا بشرتي دهنيه، بس انا اللي خلاني جبته ان انا كنت خايفه ان هو يحرقني او كده. بس انا مش ما حرقنيش قوي، ما حرقنيش خالص يعني، مش قوي. عجبني جدا وبينضف جدا، مش بتحتاجي ان انتي تعيدي على المنطقه كذا مره علشان تنضف. لا، من مسحه واحده بتنضف جدا، وانا كان عاجبني. بعد كده اشتريت اللي هو نفس النوعيه بس الحليب منه. قلت اجرب الحليب برضو بما ان المية عجبتني. الحليب برضو نفس الحكاية، برضو البشرة الدهنية سوري، البشرة الجافة والحساسة. بس انا بستخدمه عادي، ما حصليش اي حاجة يعني منه. آه، حلو جدا. بيرطب. بحس ان هو مش بينشف بشرتي قوي. المية كنت حاسة ان هو بينشف قوي، لكن هو عشان حليب تحسي كده ملمسه عامل زي الكريم او المرطب، حاجة كده حلوة. فانا بصراحة ما بين الاتنين دول بفضل الحليب. فانا انصح بالحليب اكتر من المية، بس انت لو عايزة تجربي المية برضو مش وحشة، بالعكس حلوة جدا. بعد كده في تالت حاجة اللي هو الغسول من جونسون. الغسول ده غسول لإزالة المكياج من العين والشفايف، بس أنا بعمله الوش كله يعني عامة. حلو جدا، بس خلي بالك في الغسول ده أو عامة في كل المنتجات، حاسبي لا يخش جوه عينك، لأن أنا مرة الغسول دخل جوه عيني، حمرها جدا وحرقها خالص يعني. كذلك المية لما دخلوا جوه عيني، عشان أنا كنت مستعجلة وكده، فمسحته باستعجال فدخل جوه عيني، فحرقهم لي جدا وحمره. يعني بعد كده التحمير يعني الوجع راح يعني، مش ما طولش يعني. بس انا بقول برضو بحب انبه يعني ان هو ممكن يحرق لو دخل جوه العين، لكن لو حول العين يعني، لو حتى الرموش، لو لمس الرموش عادي مش هيحرقك كده، لكن لو دخل جوه العين لا ممكن يحرقك. فخدوا بالكم من الحكايه دي. جونسون اللي هو الغسول ده حلو جدا. لو انت مستعجله اعتقد ان انت ممكن تستخدميه هو، لان هو يعني يعتبر غسول وبيعمل البشره كده. بس انا برضو مش بستخدمه هو لوحده، بس بستخدمه مع حاجات تاني. نسيت اقول الاسعار، صح؟ الغسول والحليب ده انا اشتريتهم زمان كانوا حوالي ب60، بس دلوقتي لما بسأل بعد يعني ارتفاع الاسعار، يعني كانوا دلوقتي ب75 تقريبا. والغسول ده ب42 جنيه بعد الزيادة يعني. فسعره تقريبا مناسب يعني، انتي هتحتاجي كمية صغيرة جدا فهو هيطول معاكي. وبقول ان هو فعلا بيشيل المكياج. بس زي ما قلت ما ينفعش تاخديه يعني تستخدميه هو بس، لا لازم تستخدمي بعديه الغسول العادي بتاعك. بعد كده جربت الزيت ده زيت اطفال. ممكن تستخدمي بتاع جونسون. استخدمت بتاع جونسون وعجبني برضو، هو نفس ده، فانا ما حسيتش ان هو في فرق يعني في فرق في الجودة او كده. فجربت ده. بعد كده ده مش عارفة، دي شركة مصرية تقريبا. فانا اشتريته من صيدلية عامة يعني. بس انا كان عاجبني جدا. وده انت هتحطيه في قطنة او منديل وتقعدي تعملي، بس ده لازم لان هو يعتبر زيت، لازم تشيلي بعديه تعملي بعديه الغسول وكده. وهو بيشيل مكياج جدا، وبيشيل مكياج يعني لو المسكرة بتاعتك ضد المية برضه هيشيله. يعني هو تقريبا زيت يعني، فحلو جدا. وبتحس كده ان انت بشرتك حتى بعد الغسول تحسيها مترطبة يعني. فحلو برضه الزيت ده. اخر حاجة ودي اوحش حاجة انا استخدمتها هي المناديل دي من لارا تقريبا، اعتقد لارا. المناديل دي سيئة بمعنى الكلمة، سيئة جدا. ايا كان ما تعمليش ما تزيليش المكياج بتاعك بمناديل، لان ده هيخلي بشرتك جافة وممكن اصلا يحمرها. انا
لما استخدمت المناديل دي حوالين العين المنطقة دي حمرت جدا، مش عارفة ليه، مع اني ما دخلتش قوي، لا بالعكس، ده انا كنت بمسح مثلا الكونسيلر حسيت ان الحتة دي حمرت جدا ووشي هاج عليا. هي المناديل تعتبر اسوأ طريقة ان انت تشيلي بيها المكياج، فمنصحش اي حد ان هو يشيل المكياج بتاعه بمناديل حتى لو كانت مناديل مزيلة للمكياج، انها بتبقى جافة جدا وبتجف بشرتك. وقريت، مش عارفة متأكدة منها المعلومة دي ولا لا، بس انا قريت ان هي بتزيد علامات تقدم السن، فمنصحش بيها اي حد. بس هو ده كان ريفيو عن شوية منتجات مزيلات مكياج. فلو انتي عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اعجاب واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.